سؤال بس هختم به. يعني سمعت طبيب هناك بيقول أين الشعوب؟ أين العلماء والدعاة؟ أين الإسلاميون؟ سؤال بيطرح نفسه، فين الجماعات والتيارات التي أقامت الدنيا ولم تقعدها؟ فين تنظيم داعش؟ أنا بسأل سؤال. لو كانوا ده دليل على إن داعش كانت صنيعة أمريكية لإسقاط بلاد العراق والشام، ملهمش بيان. أدى الجهاد الأصل اهو كفر وإيمان، مش خروج على أنظمة، كفر وإيمان، حرب نقية، حرب طاهرة، حرب صافية يختبر بها الناس. أقسم بالله من تكلم في هؤلاء المخلصين المجاهدين، أقسم بالله لا أستثني، أتهمه في دينه وأدخل في ضميره وأتكلم في قلبه ونيته، لأنها حرب صادقة، حرب صافية، حرب خالصة، كفر وإيمان، إيمان ونفاق، أي صدق بعد هذا؟ فمن تكلم فيه والله لو كان من العلم ما كان لاتهمته في دينه وعرضه. أين الجماعات؟ أين التيارات؟ أين الإسلاميون؟ أين الشعوب؟ أين الأمم؟ كل سيمتحن مع نفسه. والله ثم والله من لم يغضب لهؤلاء، والله من لم يحزن، والله من لم يتقطع قلبه، فليتهم نفسه وليشك في دينه وإيمانه بكلام النبي محمد. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ايه؟ في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ايه؟ مثل الجسد الواحد. يعني إذا اشتكى منه ايه؟ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن اللي ما يبكيش، المؤمن اللي ما ينتفضش، المؤمن اللي ما يحزنش من جوه أقل حاجة، اللي ما يحزنش، والله ليس بمؤمن. والله لا أستثني، والله لا أستثني، والله لا أستثني بكلام النبي محمد. من لم يغضب من قلبه ولم يحزن على الأعراض التي تغتصب والدماء الطاهرة التي تراق وعلى المجاهدين الأبطال، ومن لم ينصرهم ولو بقلبه والله ليس بمؤمن وإن صلى وصام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على الحق. اللهم ثبتهم على الحق وثبتنا على الحق. اللهم ثبتنا على الحق